ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بوست النهارده بتاع الساعة 9 مش هيكون بوست، ولكن قررت اني اعمل لكم فيديو نشرح فيه منظر من المناظر. المنظر اللي قدامنا ده من معبد ابو سمبل، واحنا شايفين الجميلة نفرتاري حلاوتهم بالبلدي بتاعنا بالعامية، وهي بتقدم مجموعة من الزهور لمجموعة من المعبودات. طبعا الاسم طبيعي ان انت لما بتقدم حاجة او انت رايح تقدم هدية، فانت بتعرف نفسك انا فلان الفلاني. فهنا الملكة بتقدم نفسها او موجود الاسم بتاعها فوقيها، وهو ميرت ان موت، محبوبة المعبودة موت نفرت إيري، يعني اللي هي بقت نفرتاري اللي هي أجملهم أو أحلاهم. دي عن مي رع فلتعطى الحياة مثل رع. طبعا انا قريت دي عن مي رع، قريت دي عن طبيعي، وجيت عند مي رع جبتها من ورا لقدام لان هو كاتب رع الاول كنوع من التقديم للتبجيل. المفروض ان انا لما اجي اقرا اللقب بتاع نفرتاري، لان هو موجود التايتل بتاعها قبل اسمها، فانا هقرا من الجزئيه دي، ولكن انا عرفتكم الاسم موجود فين، فهو اسمها موجود جوه خرطوش. ولكن هي مفروض بداية الكلام المرتبط بيها هو الجزء ده، وهو حمد نسو ورت، يعني الزوجة الملكية العظيمة. طيب احنا عندنا هنا ثلاثة من المعبودات، وهو خنوم أو خنمو أو غنيمو، وساطت وعنقت، ودول الثالوث بتاع إليفانتين. يعني ايه ثالوث؟ يعني نتر او كيان الهي ذكر او معبود ذكر، ومعبوده انثى اللي هي زوجته، ومعبود او معبوده ثالثه اللي هو الابن او الابنه. فخنوم من الهيئات اللي هو بياخدها او الهيئه بتاعته هي هيئه الكبش، وشايفين الهيئه بتاعته واسمه موجود في الجزئيه دي، اللي هو عباره عن الاناء اللي اسمه غنم، وادي حرف الواو اللي هو فرخ السمان، غنمو وادي مخصص النتر. وبالتالي هو هنا بيقول جد مدو تلاوة إين بواسطة غنمو اللي هو خنوم. طبعا مفروض ان انت رحت قدمت هدية او رحتي قدمتي هدية، فمفروض النتر بيرد عليك يقول لك ايه؟ شكرا، او الشخص اللي انت بتقدمها له بيقول لك شكرا، تسلم ايدك، ميرسي، او تسلم ايدك، ميرسي، وهكذا. ولكن مع النتر الموضوع مختلف، فمفروض ان هو بيرد عليه بهبة او عطية او منحة منه للي بيقدم القربان او اللي بيقدم الهديه، سواء راجل او ست، ملك او ملكه. فهنا بيقول دي ان اي، وطبعا اي هنا مش موجوده، بس انا بقولها لان المفروض النتر هو اللي بيتكلم، فبيقول اعطيت انا ان اس لها، اس ده الضمير بتاع هي، اعطيت انا لها عن واصنب كل الحياه والسياده او والحكم. تمام. فده الشكل او الجزء الخاص بخنوم. وعندي الاسم بتاع خنوم اصلا، يعني لو انا هكتبه لكم بشكل اوضح هيبقى الاناء ده، وحرف هنا كتب بقية الحروف على طول اللي هو حرف الواو، والمخصص بتاع النتر اللي هو مفروض هنا خنوم. فهيبقى كده الشكل بتاع كتابة الاسم، ومش شرط ان هو يحط الاسم الاساسي او المخصص بتاع النتر الموجود، ولكن ممكن يحط بس مخصص النتر اللي هو آه، زي ده مثلا. تمام. فده الشكل بتاع خنوم. نيجي بقى عند الشكل بتاع المعبودة ساطت اللي هي زوجة خنوم. فده الشكل اللي مكتوب اللي هو عبارة عن مؤخرة الحيوان داخل فيها سهم، ودي اسمها ست. فالته متمم صوتي اهي، والته التانية يبقى كده ستت، وجايب لي مخصص حية الكبرى اللي بيكون في بعض الأحيان موجود معايا في أسماء المعبودات.
وموجود اللقب بتاعها نبت بت سيدة السماء. أما المعبودة عنقد فموجود الاسم بالحروف بتاعتها اللي هو حرف العين اللي هو الإيد والنون والقاف والت. يبقى كده أنا عندي نفرتاري بتقدم القرابين لخنم واسمه موجود هنا، وساطت واسمها موجود هنا، وعنقد واسمها موجود هنا. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة اللي سايبه لكم اللينك بتاعها، اللي هي قناة مدرسة هيروغليفي. شكرا لكم واشوفكم على خير. سلام عليكم.